جوه كل واحد فينا في قوة عظيمة جدا، قوة كامنة نايمة ومستنية بس إشارة عشان تصحى. قوة لو صحيت تقدر بجد تغير شكل حياتنا ومستقبلنا بالكامل. الحكاية بتاعتنا النهاردة مش مجرد كلام، دي رحلة استكشافية حقيقية عشان ندور سوا على الكنز ده، الكنز المدفون جوه كل واحد فينا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بيكم في رحلة جديدة. وزي أي رحلة كنوز لازم يكون معنا خريطة. الخريطة اللي هنمشي عليها النهاردة مستوحاة من كتابات واحد من أهم الخبراء في مجال التنمية الذاتية، براين تريسي. براين بيوصف عقل الإنسان وصف عبقري. بيقول إنه عامل بالظبط زي منجم دهب قديم ومهجور، مليان بالكنوز اللي محدش لمسها، بس المشكلة إننا محتاجين الخريطة الصح والمفاتيح المظبوطة عشان نعرف نوصل للكنز ده ونطلعه للنور. طيب، هل كلنا مستعدين نسمع معلومة ممكن تكون صادمة شوية؟ العلماء والباحثين بيقولوا إن الإنسان العادي في أحسن أحواله بيستخدم حوالي 2% بس من قدراته العقلية. متخيلين الرقم؟ يعني في 98% من قوة عقولنا، من إبداعنا، من قدرتنا على حل المشاكل، كل ده لسه متغلف ومحطوط على الرف. المعلومة دي في حد ذاتها مش مجرد رقم، دي هي شرارة البداية للمغامرة بتاعتنا. أول وأهم خطوة في أي رحلة عظيمة هي إن الواحد يعرف هو بيدور على إيه بالظبط. والكنز الحقيقي اللي بنتكلم عنه في حكايتنا النهاردة مش فلوس ولا ذهب، لأ، الكنز هو الإمكانيات الجبارة اللي كل واحد فينا اتولد بيها ولسه مستخبية جوه، مستنية اللحظة اللي نقرر فيها نستخدمها. عشان نتخيل الموقف أكتر، فكر كده معايا في الإحساس ده للحظة، إنك تكون عارف إن في حسابك في البنك ملايين الدولارات، ثروة ضخمة، لكنك عايش حياتك كلها بتستخدم الفكة بتاعتها بس، بتسحب جنيهات قليلة كل يوم. ده بالظبط حال معظم الناس مع عقولهم، عندهم قوة خارقة، قوة تقدر تغير حياتهم، بس بيستخدموا فتات منها في حياتهم اليومية وبس. وهنا بنوصل لأول مفترق طرق في رحلتنا. قدام كل واحد فينا بيظهر طريقين. الطريق الأول هو طريق المسافر المتشائم، ده اللي كل حفرة أو عقبة في طريقه بيشوفها نهاية العالم وبيقرر يقعد جنبها يشتكي من حظه ومن الظروف. أما الطريق التاني هو طريق المسافر المتفائل، ده اللي بيشوف نفس الحفرة بالظبط لكنه بيبتسم وبيقول دي فرصة عشان أتعلم إزاي أنط أعلى المرة الجاية. اختيارنا للطريق ده هو اللي بيحدد مين فينا هيكمل الرحلة ويوصل للكنز في النهاية. عشان نفتح أول باب من أبواب الكنز ده محتاجين أول مفتاح سحري معانا. المفتاح ده اسمه مفتاح البصيرة. البصيرة هي القدرة على إنك تشوف مستقبلك بوضوح تام، تشوفه كأنه فيلم بيتعرض قدامك قبل حتى ما توصله بسنين. والبصيرة دي على فكرة مش سحر ولا شعوذة، دي ببساطة هي فن التفكير طويل المدى. الناس الناجحة اللي بنشوفهم وبننبهر بيهم دول مش عايشين يوم بيوم وخلاص، لا، دول بيبقوا ماسكين تلسكوب بيبصوا بيه على حياتهم بعد 5 و10 سنين من دلوقتي، وكل قرار صغير بياخدوه النهاردة محسوب بدقة عشان يخدم الصورة الكبيرة والبعيدة دي. طيب، تعالوا نفكر فيها سوا. كل واحد فينا يسأل نفسه سؤال واضح: أنا عايز حالاتي يكون عاملة إزاي كمان 5 سنين من دلوقتي بالظبط، في كل تفاصيلها. وبناء على الصورة الواضحة دي نبدأ نرجع بالزمن لورا. عشان أوصل هناك كمان 5 سنين أنا محتاج أكون عملت إيه السنة دي؟ طب وعشان أعمل ده السنة دي محتاج أعمل إيه الشهر ده؟ وفي النهاية محتاج أعمل إيه النهاردة؟ كل خطوة صغيرة بناخدها النهاردة بتبني حجر في صرح بكرة الكبير. والكلام ده مش مجرد نصايح تحفيزية، ده علم حقيقي متسجل. في بروفيسور في جامعة هارفارد اسمه إدوارد بانفيلد، قضى سنين طويلة من عمره بيدرس إيه الفرق بين الناس الناجحة مادياً والناس العادية، واكتشف إن السر الحقيقي مش في الذكاء الخارق ولا الحظ، لكن في حاجة سماها الأفق الزمني. كل ما قدرت تخطط لمستقبل أبعد، كل ما قراراتك النهاردة كانت أذكى وأقوى، وبالتالي نتائجها بتكون أفضل بكتير. المفتاح التاني اللي معانا في رحلتنا النهاردة هو مفتاح غريب شوية على العصر اللي احنا عايشين فيه ده، عصر السرعة وإن كل حاجة لازم تحصل فوراً. المفتاح ده هو قوة الصبر، أو زي ما بيسميه العلماء التفكير البطيء المتعمد والمقصود. ومفيش حكاية ممكن تشرح قوة المفتاح ده أحسن من حكاية بطل من أبطال التاريخ، حكاية المخترع العظيم توماس إديسون، الراجل اللي كان عنده حلم واحد، إنه ينور العالم كله. إديسون وهو بيحاول يخترع المصباح الكهربائي فشل آلاف المرات. خلينا نستوعب الرقم ده ونفكر فيه، مش عشرات ولا مئات، آلاف المحاولات اللي كانت نتيجتها في الآخر صفر، فشل. كل الناس اللي كانوا حواليه، زملائه وفريقه، كانوا شايفين الموضوع فشل ورا فشل. تخيلوا معايا المشهد، مع كل تجربة فاشلة كان زمايله بيحبطوا يقولوا له كفاية كده، احنا بنضيع وقتنا ومجهودنا وفلوسنا على الفاضي. لكن إديسون كان بيبصلهم ويبتسم بهدوء وثقة غريبة، لأنه كان شايف اللي هم مش شايفينه. هو ما كانش بيشوف محاولة فاشلة، هو كان بيشوف اكتشاف جديد ومعلومة جديدة.
ورد عليهم بجملته الشهيرة اللي بقت درس في التاريخ كله: أنا لم أفشل، أنا فقط اكتشفت 10,000 طريقة لا تعمل. كل محاولة فاشلة كانت بالنسبة له معلومة جديدة بتقربه خطوة من الطريقة الصح. هو ده جوهر قوة الصبر، إنك تشوف كل عسرة وكل وقعة على إنها درس بيقربك للنجاح، مش حيطة بتسد طريقك. وهو ده بالظبط نوع الحكمة اللي بنحاول نشاركه هنا. وقبل ما نكمل باقي الحكاية الممتعة دي، لو عجبك المحتوى يا ريت تشترك في القناة وتعمل لايك للفيديو، ده بيشجعنا جدا نستمر. ودلوقتي وصلنا للمفتاح الثالث والأخير في رحلتنا. مفتاح بسيط جدا لدرجة إن ناس كتير بتستهون بيه، لكن الحقيقة إن قوته أشبه بالسحر. مفتاح الكلمات المكتوبة. في فرق كبير قوي بين الحلم والهدف. الحلم ده مجرد أمنية جميلة عايمة في الهوا، فكرة حلوة جوه دماغك وخلاص. لكن في اللحظة اللي بتمسك فيها ورقة وقلم وتكتب الهدف ده بوضوح، بيتحول من حلم لخطة، لالتزام. الكتابة بتنقل الفكرة من عالم الخيال والأحلام لعالم الواقع المادي الملموس، وبكده بتبقى أول خطوة حقيقية في طريق تحقيقها. الصادم في الموضوع ده إن الإحصائيات بتقول إن 3% بس من الناس في العالم كله عندهم أهداف واضحة ومكتوبة. 3% بس، وال3% دول هم اللي بيحققوا إنجازات في حياتهم أكتر من ال97% التانيين مجتمعين. الرقم ده لوحده كفيل يخلي أي حد فينا يوقف كل حاجة بيعملها ويجيب ورقة وقلم حالا. طيب إزاي ننضم للنادي ال3% المميز ده؟ الطريقة ليها وصفة سحرية وبسيطة جدا. أولاً، هات ورقة واكتب أهم 10 أهداف نفسك تحققهم السنة دي. ثانياً، اكتبهم بصيغة المضارع كأنهم بيحصلوا دلوقتي حالاً. يعني بدل ما تقول أنا عايز أخس، اكتب أنا أتمتع بصحة ورشاقة. ثالثاً، خلي الصياغة إيجابية، ركز على اللي أنت عايزه مش اللي مش عايزه. يعني بدل ما تقول مش عايز أكون مديون، اكتب أنا أستمتع بالوفرة المالية. الطريقة دي بتبعت إشارات قوية جدا لعقلك الباطن إنه يبدأ يشتغل على تحقيق الأهداف دي فورا. ودلوقتي بعد ما جمعنا المفاتيح الثلاثة السحرية دي، رحلتنا الاستكشافية خلصت. لكن رحلة كل واحد فينا الحقيقية لسه هتبدأ. كل واحد دلوقتي معاه الأدوات اللي يقدر يفتح بيها كنوزه المدفونة. خلينا نراجعهم مع بعض بسرعة عشان يثبتوا في دماغنا. أولاً، مفتاح البصيرة عشان تخطط لمستقبلك البعيد. ثانياً، مفتاح الصبر عشان تحول كل عسرة وفشل لدرس قيم. وثالثاً، مفتاح الكلمات المكتوبة عشان تحول أحلامك من مجرد أفكار لواقع ملموس. المفاتيح الثلاثة دي دلوقتي في إيدك، والسؤال الأهم اللي لازم كل واحد فينا يسأله لنفسه هو: أول باب هقرر أفتحه إيه؟ وأول كنز هطلعه للنور هيكون إيه؟ الرحلة الحقيقية بتبدأ من اللحظة دي. لو حابين نكمل في السلسلة دي ونكتشف سوا خرائط كنوز تانية، اشتركوا في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكم كل جديد. وقولوا لنا في التعليقات إيه الكتب أو الروايات اللي حابين نلخصها ليكم في الفيديوهات الجاية. كل المصادر اللي اعتمدنا عليها هتلاقوها في الوصف تحت. شكرا جزيلا لكم.